التاكسي المجنون بيركب زبون جديد النهارده، والمره دي مش راكب عادي خالص، ده اسطوره الكوره الفرنسي جبريل سيسي. ماتش كاس العالم هيبدا كمان 8 دقايق بس، ودانيال لازم يوصله للاستاد اللي على بعد 30 كيلومتر في الوقت المناسب. بيدوس على زرار وفجاه يحول لوضع السباق. التاكسي بيتحول قدام عينيك. اول ما يجهز دانيال بيدوس بنزين للاخر عشان يوفر كل ثانيه. بياخد الطريق السريع، بيعدي العربيات زي البرق. سرعته القصوى بتخلي حتى القطارات السريعه وراه. شرطة الطريق السريع بيوصلها بلاغ عن سرعة جنونية، بيبعتوا الضابط المستجد عشان يظبط جهاز الرادار. التاكسي بيعدي زي الصاروخ بسرعة بتعدي 300 كيلومتر في الساعة. بعد دقايق من الطيران وهو لازق في الأرض، أخيراً يوصلوا للاستاد، لكن يعلقوا في الجراج. ومع بقاء ثواني على بداية الماتش، دانيال تيجيله فكرة عبقرية، يسوق التاكسي مباشرة لحد أرضية الملعب. الجمهور يفضل مذهول تماماً. دريفت حاد وينزل سيسي في اللحظة المناسبة. الوقت الإجمالي 7 دقايق و23 ثانية. في اللحظة الأخيرة بالضبط، سيسي فعلاً لاعب من طراز عالمي، لياقته البدنية مش طبيعية. حتى سيلفستر ستالون كان هيترنح وهو نازل من المشوار ده، لكن سيسي ينزل كأن مفيش حاجة حصلت، ودانيال يبقى أول متفرج قاعد على أرض الملعب.